عام 2026 باذن الله عز وجل يكون عام باذن الله عز وجل نهدم فيه كامل المخيمات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. الله يحفظكم. ايش وجه كلمه لاهالي مدينه معرة النعمان، طبعا القاطنين في المخيمات والمقيمين في المعرة؟ الحمد لله اليوم يعني فرحتنا بالعيد كبيره، عوده الناس اغلبها اليوم. صلينا بالجامع الكبير في المعرة. حقيقة المسجد رغم الأجواء الماطرة كذا إلا أنه غص بساحاته بكل يعني صالاته. الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني العمل على قدم وساق من أجل تسهيل عودة المهجرين من المخيمات. والحمد لله رب العالمين يعني احنا قطعنا اشواط كبيره من خدمات، وفي باذن الله عز وجل خطه متكامله لاهلنا في المقيمين في المخيمات من اجل انه بعام 2026 باذن الله عز وجل يكون عام باذن الله عز وجل نهدم فيه كامل المخيمات. واليوم نحن حقيقه في غصه انه في ناس لا زالت الان ما بتحسن ترجع على بيوتها بسبب انه بيتها مدمر او هي بالاساس ما عندها بيت يعني. وهي باذن الله عز وجل ان شاء الله بنلاقي لها حلول. ويعني ونحن لما بنقدم الخدمه للبلد وبنجهز البنى التحتيه باذن الله عز وجل بالنسبه للكهرباء وللمياه للمدارس للمستوصفات، هي كلها ان شاء الله بتساهم بعوده الناس من المخيمات والمناطق النزوح بشكل عام. الله يجزيكم خير وشكرا على جهودكم. بارك الله فيكم.